كل قصة لها معنى، ولحظات جميلة تذكرنا دائما بعطر المكان ورائحة الزمان. واليوم سنروي حكاية الأبطال. وها هو الآن يدخل أرض الملعب صاحب أحد أقوى براندات العطور، عطر عاصف، سعود النعماني، بتفخيم اسم يتجدد وعزيمة لا تنكسر. اللاعب النظيف، لا مخالفات، التزام تام بالتعليمات. الفريق جاهز، لنبدأ. وعملاق كاتالونيا نادي برشلونة، الكرة الآن عند ليو ميسي، يمررها لمارتينيز. مارتينيز يحاول المرور، يراوغ، يريد العبور، لكن لا، أمامك الجدار، أمامك مصمم هذا الحدث. الكرة الآن معنا الكابتن أشرف، يركلها إلى سعود النعماني. ميسي يحاول افتكاك الكرة، يضغط ليو، يلاحق ليو، ولكن دون جدوى. يبدو أنك لا تعلم من هم العواصف يا ليو. أنت تحاول مراوغة صاحب أقوى براند وصانع الحضور في الميدان. الكرة الآن معنا الكابتن أشرف، يتقدم يرسلها عرضية مليمترية. الكرة تعود لسعود النعماني. يا سعود اضرب يا عاصف. العرضية ملعوبة. سل الفوارس يخبروك بعطري، ريح إذا مرت أيقظت المجد في صدري. أنا عاصف إن مر عطري بينهم، سكنت قلوبهم الهيبة واشتعل الفخر فاه. في اللحظات الصعبة يظهر أثر العطر الحقيقي. عاصف ليس مجرد رائحة، بل حضور يسبقك أينما تمضي، نفحة توقظ الشجاعة في الميدان وتترك في المكان ذكرى لا تنسى. في البيت، في العمل، وبين الأصدقاء، يبقى عاصف علامة حضور لا تخطئها القلوب. عطر يولد مع اللحظة ويمنح كل يوم بطولته الخاصة.